امرأة سودانية تتزوج من رجل صيني ميد ان تشاينا. اقسم بالله أبرت وانتصرت. 1000 مليار مبروك، وإن شاء الله بيتمالوا إيال وذرية صالحة وعالم مليء بالتكنولوجيا الحديثة والأمور الصح. لكن لازم تعرفي إنه ده غيانة لمنتجاتنا المحلية اللي هو الرجل السوداني أو ما يسمى بأبجيغ السوداني. وأنا كزي ما الأبجيغات وناشد كل أبجيغات بلادي، شفتوا المثل اللي قاعدين نتعاملوا بول بقول لا لو بلدنا ولا إنب ناس ده الخطس حجرنا، ده الخطس حجرنا. والناس اللي ما فاهمين لا لو بلدنا ولا إنب ناس بمعنى شنو؟ يعني احنا كنا بنفضل السودانية ولا أي أجنبية، لكن في آخر المطاف انتوا غزلتونا. شوفوا يا أبجيغات بلادي، لازم التعامل يكون بالمثل، بالذات الناس الموجودين في دول الخارج اتزوجوا أجنبيات بس، لقيتوا هندية بنغلاديشية. وبناشد أخونا أنس بربرو الحلم كان داير يتزوج هندية وما زال حتى الآن ما يتزوج. أنا اللي كنت بوقفه بقول له يا أخي ده خيانة لمنتجاتنا المحلية اللي هي الأمجيجة، لكن ابتداء من اليوم يا أبجيجات اتزوجوا من أي مكان، اتزوجوا من أي مكان، والبادي أصلا ممكن ذاته يا أخي.